السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع غايه، تكونوا كاع لاباس، تكونوا كامل بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اذا اليوم راح نحضروا زبده الفول السوداني بطريقه صحيه. عندي هنا الفول السوداني بلا قشور طبعا، ويكون محمر في الفرن، يعني بدون زيت بدون اي اضافات، يكون محمر في الفرن. وطبعا وهو سخون راح نرحيوه في الرحى عندنا. طبعا اي حاجه عندكم ترحيو استعملوها، بغا رحى ولا ميكسر ولا اي حاجه استعملوه. كما راكم تشوفوا انا عندي سخون على بها ما قدرت نرفده بيديا، فاني نستعمل ملعقه وراح نبدا نطحنه دروك مباشره. كما قلت لكم ما تضيفوا عليه حتى اضافات، لا زيت لا سكر لا حتى شي حاجه، كما هكا. وراح نبقى غير نطحن فيه، نتوقف غير باش نرد هادوك الاطراف هادوك، ونقعد نرحي فيه حتى يتحول كما هكا. يعني الروحه كي تقعدوا ترحيو فيه بدون توقف راح يتحول لكم الى زبده كما هكا. في الاول ما تخافوش منه غادي ينطحن لكم هكا عادي يجي مفتت، ولكن قعدوا ترحيو فيه، والمهم انه يكون سخون، ضروري يكون القوقعه عندكم سخون. فوالا هذه هي زبده الفول السوداني اللي نتحصلوا عليها كما راكم تشوفوا. طبعا الفول السوداني راه معروف بلي مليء بالبروتينات، يعطيكم الطاقه، سيرتو الا حولتوه زبده كما هكا تعوفوا به الصباح هكا مع الخبز ولا مع الحليب ولا ايضا تاكلوه مع الديسير ولا كما تحبوا نتوما. ديسير هما الفواكه عندنا. المهم تقدروا هكا ديروا به حتى الحلويات نتاعكم. هاد الزبده هذه فيها عده مستعمله لعده استعمالات، تحققها لعده استعمالات كما راكم تشوفوا. هذا اللي كان باقي لي طحن تحت هو، دروك كانت سخونه عندي على بها تكون جاريه، ولكن اللي يحبها زعما تكون جاريه اكثر من هكا وما يدير لا ريجيم لا والو، طبعا زيدوا لها شويه تاع الزيت باش تجيكم جاريه اكثر واكثر. انا مدكني مع الريجيم وكلش ما درت لها لا زيت ولا هم يحزنون، خليتها كما هكا. فوالا هذه هي زبده الفول السوداني اللي نتحصلوا عليها. والان راح نضيف لها القليل من العسل، ملعقه صغيره فقط لا اكثر، باش ما تجينيش حلوه بزاف. كما قلت لكم انا راني مع الريجيم طبعا فباش ما تجينيش حلوه بزاف. وواحد القرصه غير بتيته تاع الملح، ماشي بزاف، غير نتفه تاع ملح باش تحفظها اكثر واكثر. تقدروا تحفظوها في الثلاجه، هاد زبده الفول السوداني عفوا تقعد معكم حتى لشهر ما تفسدش، وتجي احسن من تاع المحلات بدون اي مواد حافظه، بدون اي حاجه، طبيعيه وصحيه كما قلت لكم ما تخافوش منها. وهذه هي الزبده اللي تحصلنا عليها كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للناس اللي يديروا الريجيم ما تخافوش منها، ولكن ما تكتروش ايضا. اي شيء زاد عن حده انقلب ضده، ما تكتروش، شويه شويه كما راكم تشوفوا. هذه هي زبده الفول السوداني بالنسبه للناس اللي حبوها، يعني مشيوش لهم محلات، خدموها في الدار احسن، تكون صحيه ما فيها لا مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو تاع اليوم. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس